السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله مع بعض هنشوف الفيديو بتاعنا تكملة للفيديوهات اللي قبل كده. ان احنا مش محتاجين ان احنا نضيف او سوري ان احنا نضغط على الفيلد بتاع الباس داتا وانس ان انا انشأت الموظف الجديد. طيب زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات ان انا وانس ان انا انشأت امبلوي جديد. قلت مثلا امبلوي ده رقم 12 وجيت اسيف. تحتاج مني ديبارتمنت اوتوماتيك مانداتري عشان يقدر يجنريت الكود اوتوماتيك، وقلت برشيز اجي الاقي انه الكود بتاعي اتنشأ اوتوماتيك. تمام. طيب الكونتاكت زي ما احنا قلنا عايزين ناخد الريفرنس ده او الكود ده نوديه على شاشة الكونتاكت هناك من غير ما اعمل انا ضغط على الباس داتا والكلام ده. طبعا انا عارف ان انا كتبت هنا كده 12 على الامبلوي 12 برضو مش هيروح معانا هنا. فانا برضو هضطر ان انا برضو اروح ارجع اضغط على الزرار بتاع الباس داتا عشان يروح على شاشة الكونتاكت. جالي هنا اهو. تمام. طيب انا محتاج ده اعمله ازاي؟ هروح هنا كده على الاوتوميشن رول. تمام. هقول الاوتوميشن يا عم الحاج، انا عايزك تعمل لي حاجة. هقول له ايه؟ باس داتا تو كونتاكت مين مثلا، واقول له اختار لي الموديل بتاع الامبلوي اهو، واقول له التريجر بتاعي اون سيف. تمام. بس هقول له حط لي كونديشن. ايه بقى الكونديشن؟ اقول له ساعة لما تشوف ال- اللي هو الموديل الفيلد اللي احنا حطيناه جديد ده اللي هو كونتاكت، اللي هو كونتاكت اهو اللي هو ده، لما يكون موجود يعني ايه الست، لو هو محطوط اعمل لي الكونديشن اللي انا اقول لك عليها. تمام. يعني ايه بقى اعمل لي كونديشن؟ عندي كذا كونديشن اقدر استخدم منها اكسكيوت كود، سوري اكسكيوت كود او اكسكيوت اكزيستنج اكشن. انا اصلا كنت عامل اكشن قبل كده اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع باس داتا ده. تمام. فانا هستدعيه هنا اقول له اختار لي اكشن موجود قبل كده. تمام. اقول له اعمل لي هنا الايه، اختار لي الاكشن بتاع باس داتا ده و اضغط عليه اول ما اكون حاطط كونتاكت. هنا سيف اند كلوز واقول له هنا سيف. وكده انا عملت الاوتوميشن بتاعتي. ارجع اروح على الامبلوي نتست بقى الشغل بتاعنا ونقول امبلوي جديد ب 13 مثلا، واحط له هنا الايه البرشيز مثلا، واقول له سيف. وانس ان هو سيف خد الكود بتاعه. طبعا كل ده لسه انا برضو ما حطيتش الريفرنس، ما جاش هنا، فانا محتاج ان انا اختار الامبلوي اقول له 13. الاقي الامبلوي بتاعي جه هنا سيف. خلاص انا ما بقتش محتاج ان انا اضغط على الزرار ده. لو رحت كده هنا كده هلاقي الايه الاوتوميتد اكشن انا عملته بعد او ضغط على الزرار اوتوماتيك اول ما انا حطيت الكونتاكت وجاب هنا الريفرنس في شاشة الموظف. انا ما بقتش محتاج ان انا اضغط على الزرار ده، فانا اقدر ادخل هنا كده على الاستوديو واقول له اعمل لي انفيزبل على بكونديشن. تمام. هو اخفيه خالص مش شرط كونديشن، واحط ايه التفاصيل انا كنت عايزه يعني بكونديشن لو الكونتاكت دوت موجود يعني. اقول له نيو واقول له مثلا هنا امبلوي. تمام 14. واقول له ديبارتمنت بيرشيز واقول له هنا سيف. نشأ لي الكود. تمام. رحت هنا مش هلاقي الكود موجود. تمام. ارجع تاني اقول له اختار لي الكونتاكت ده 14 اهو، واقول له هنا سيف. واروح بقى خلاص الفيلد البوتون مش موجود، اروح الاقي هنا ايه بقى موجود هنا الريفرنس جالي اوتوماتيك. فده كده اللي هو ايه خليت الفيلم مبقاش موجود وانس ان انا اخترت كونتاكت هنا. الامور بتاعتي واضحه وصريحه وبيبعت هو الداتا اللي انا محتاجها تروح اوتوماتيك على الكونتاكت. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ولو انت مش متابع السلسله بتاعت الجزئيه الخاصه بالسيرفر اكشن والاوتوميشن رول على الامبلوي بالذات، لان هي فيها فكره كويسه وجميله جدا،
وبتسهل علينا الشغل اثناء ما احنا بنشتغل، بدل ما نعمل دبل وورك الامور بتاعتنا تبقى اسهل. وده كده كده الفيديو بتاعنا النهارده. اشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله تبقى الفيديوهات بالنسبه لنا كلنا مفيده، وربنا يجعل الشغل ده والعمل ده لوجه الله، زكاة علم لينا، ويجعله في ميزان حسناتنا يا رب إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، وعليكم ورحمة الله وبركاته.